هل سمعت عن خدمة بتزرع فيك حب الكتاب المقدس والإيمان الأرثوذكسي زي ما بتزرع بذرة في أرض خصبة؟ بلاش تحتار، هنساعدك تختار. أهلا بيك في المنيو. هنساعدك تختار تتعلم إيه وسط بحر الكورسات والمصادر اللي على الإنترنت. والنهاردة المنيو بتاعنا دسم ومغذي عن خدمة راكوتي CYCS. خدمة راكوتي CYCS هي مدرسة كتاكيزم قبطية هدفها إنها تعلم الشباب القبطي الأرثوذكسي أساسيات الإيمان المسيحي وشرح أسفار الكتاب المقدس، ده كله بمحبة وقبول وحرية وتشجيع. بالظبط. وأول نقطة مهمة هي دراسة الكتاب المقدس والعقيدة بطريقة عميقة ومبسطة. بيقدموا كورسات أونلاين زي برنامج الطعام القوي وبرنامج جسد الحقيقة. لو عايز تفهم سفر التكوين من البداية لحد الآباء البطاركة هتلاقي كورسات مفصلة زي مثلا عصر البدايات. تاني حاجة، المحتوى متنوع وبيوصل لكل خدام الكنيسة، سواء كنت خادم شباب، أطفال، أو حتى بتساعد في القيادات والإدارات. المصادر اللي بتوفرها الخدمة بتشمل مقالات روحية، أحداث تعبدية، وحتى شرح للطقوس والأعياد. يعني لو بتجهز اجتماع شباب ممكن تستفيد من مقال عن لاهوت العلاقات أو تسمع أمثلة روحية زي مستعد قلبي اللي ممكن تشحم روحك وتديك أفكار جديدة لخدمتك. ثالث نقطة هي سهولة الوصول للمصادر اللي بتوفرها الخدمة للتعلم المستمر. مش بس كورسات، دي مكتبة كاملة. تقدر تحمل كتب لكل درس، تشوف فيديوهات الشرح على قناتهم على اليوتيوب، وكمان تتابع مقالاتهم. وكمان فيديوهات زي كيف نقرأ كلمة الله بتساعدك تتعلم إزاي تدرس الكتاب بنفسك. طب إيه رأيك بقى في شوية حاجات مشوقة هتلاقيها في راكوتي؟ هتلاقي كورسات بتجاوب على أسئلتك العقدية، شرح مبسط لأسفار الكتاب المقدس اللي ممكن تكون صعبة، مواد ممكن تحملها وتقراها في أي وقت، أحداث روحية بتغير حياتك، ومقالات بتغذي فكرك وروحك. عشان كده بنشجعك تدخل وتكتشف بنفسك كل الكنوز اللي هناك. ما تنساش إن المصادر اللي بتوفرها الخدمة دي كلها مصممة عشان تساعدك تنمو في إيمانك وخدمتك. الروابط لكل المصادر اللي بتوفرها الخدمة دي هتلاقيها في وصف الحلقة. وقبل ما نختم قولوا لنا في التعليقات تحبوا المنيو الجاي يكون عن خدمة إيه؟ لو منيو النهاردة أفادك يا ريت توصله لناس تانية يمكن يستفيدوا هم كمان. المنيو وقتك ذهب، اختار اللي ينفعك. سلام. سلام.